صباح الخير أو مساء الخير في الوقت اللي بتسمعني فيه. خليني أقولك كده من أول ثانية إن اللحظة دي اللي بتسمعني فيها دلوقتي هي لحظة جديدة، لحظة تقدر تبدأ منها بداية مختلفة تماما، حتى لو كل اللي فات ما كانش زي ما انت عايز. أنا سعيدة إنك معايا هنا في أول بودكاست اسمه اصنع يومك المثالي، اللي هنمشي عليه خطوة بخطوة ونفتح بعينينا ونقول أيوة، أنا أقدر أعيش يومي بشكل مختلف تماما. خليني أبدأ معاك بسؤال. انت آخر مرة صحيت من النوم وقلت لنفسك أنا النهاردة ناوي أكون مبسوط، حتى لو مفيش سبب واضح؟ عارف، مش لازم يبقى فيه سبب ولا حاجة خارقة بتحصل. أوقات كتير السعادة بتيجي من قرارات صغيرة قوي، زي إنك تصحى بدري شوية، تاخد نفس عميق، تشرب مية حتى بإحساس، وتقول لنفسك أنا هنا ولسه في أمل. طب تعالى كده نتخيل سوا، انت صاحي بدري، الشباك مفتوح، نسمة هوا داخلة، الشمس بتدخل واحدة واحدة في الأوضة، بتحس إن الدنيا لسه صافية ولسه في أمل. تقعد كده دقايق ساكت، مش ماسك الموبايل، مش بتجري ورا أي حاجة، بس قاعد مع نفسك، تشرب قهوتك اللي بتحبها وبتسمع صوتك الداخلي اللي دايما بيقولك اطمن، كل حاجة هتعدي وانت قدها. اليوم المثالي اللي بتكلم عنه مش معناه اليوم مفهوش أي مشاكل، لكن معناه إنك تكون واخد بالك من اللحظات الحلوة حتى لو كانت صغيرة، اللي دايما بتكون حوالينا بس احنا بنفوتها. تعالى أقولك شوية أدوات وخطوات بسيطة قوي، لو استخدمتها كل يوم هتفرق جدا في طاقتك وفي مودك وفي قدرتك على مواجهة اليوم. أول حاجة، ابدأ بالشكر. أول ما تصحى قول الحمد لله على النفس، على الفرصة، على إنك موجود. تاني حاجة، حرك جسمك. مش لازم تجري ولا تروح الجيم كل يوم، بس مجرد تمارين بسيطة قوي، تمشية خفيفة قوي، بتخلي الجسم يصحى والمخ يشتغل. تالت حاجة، اكتب نيتك بتاعت النهاردة، تو دو ليست، أجندة، حتى ورقة صغيرة. اكتب أنا ناوي أكون هادي، ناوي أنجز يومي من غير توتر، ناوي أضحك النهاردة من قلبي. رابع حاجة، ابعد شوية عن السوشيال ميديا أول ما تصحى بالذات، ادي لنفسك أول نص ساعة هدوء، دي بتبقى لحظة مقدسة جدا، خليها ليك. آخر حاجة، اسمع أي حاجة تحفزك، برودكاست، موسيقى، دعاء، أي حاجة ترفع طاقتك وتغذي روحك. طبعا في أيام بيكون فيها ضغط، تعب، مخنوق، بس خليني أقولك في وسط كل ده أنت عندك اختيار، اختيار إنك ما تسيبش التوتر ياكل يومك. ساعات المشكلة ما بتبقاش في المشكلة، بتبقى في ردة فعلنا ليها. اختار إنك تهدى، إنك ما تردش على عصبية بعصبية، إنك تمشي تتوضى، تصلي، أو حتى تاخد 5 دقايق بعيد عن أي زحمة وترجع تكمل. عارف إيه اللي بيخلي يومك فعلا مثالي؟ لما تحس إنك كنت واعي فيه، مش بتزق اليوم كده وخلاص، لأ، كنت حاضر، كان قلبك موجود وعقلك صاحي، حاسس بكل لحظة حتى لو لحظات بسيطة قوي. ضحكت من قلبك، سمعت صوت عصافير، عملت خير في السر، خدت خطوة لقدام حتى لو صغيرة، يبقى انت كده صنعت يومك المثالي. قبل ما نختم، أحب أفكرك وأفكر نفسي، مش لازم اليوم كله يبقى مثالي، كفاية إن يبقى فيه لحظة واحدة تكون فيها بكامل وعيك، بكامل إنسانيتك، لحظة فيها امتنان، فيها حب، وفيها رضا. ما تستناش الظروف تتغير، غير انت نظرتك للظروف. ابدأ يومك بقلب مفتوح، وكل يوم لما تصحى اسأل نفسك أنا إزاي أعيش النهاردة، وخلي إجابتك تكون فعل مش بس كلام. أنا مبسوطة إنك كنت معايا النهاردة،
ومتأكدة إنك تقدر تصنع يومك المثالي وتلهم ناس تانية حواليك يعيشوا أحسن. أستودعك لحظة صفا، نية خير، وطاقة أمل. أنا آية، وكنت معاك في اصنع يومك المثالي. خد نفس وافتح قلبك وابدأ دلوقتي. ولو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب واكتب لي تعليق ازاي هتبدأ يومك المثالي، وشير الفيديو مع ناس بتحبهم.